نشأ في بيئة عائلية وداعمة ومتحفزة، داعمة للاكتشافات والتعليم. ولد في ضواحي القاهرة عام 1969. امتزج طفولته بالاستكشافات والفضول، كان فضولي جدا، كان بيحب يعرف كل حاجة عن علم الفضاء. وهو الدكتور شريف صدقي كان عنده ميول واضحة نحو المواضيع العلمية. شريف صدقي كان بيستمتع جدا بقراءته في الكتب العلمية ومشاهدة البرامج التعليمية حول الكون والفضاء. شريف صدقي شارك في مسابقات علمية وطنية في مجال الرياضة وفي مجال الفيزياء، وأخذ جوائز كتير وظهرت إمكانياته في الفترة دي في هذه المجالات. نشأته كانت مليانة بالدعم والتحفيز والإرادة. شريف صدقي كان عنده استمرارية في تحقيق أحلامه لحد ما بقى رئيس تنفيذي لوكالة الفضاء المصرية. واختار شريف صدقي دراسة الهندسة الفضائية. تنوعت أبحاثه بين دراسات الأقمار الصناعية في مجالات الزراعة والبيئة. سافر شريف صدقي إلى عدة دول لمؤتمرات علمية، وبرضه شارك في ورش مع باحثين وخبراء في مختلف العالم. سافر إلى اليابان وألمانيا وشارك في فعاليات هناك، والفعاليات دي كانت بتساهم في تطوير مجال الفضاء ونقل تكنولوجيا الفضاء لمستويات جديدة. في الفيديو سيتناول التحديات التي واجهها شريف صدقي في مسيرته المهنية. شوفوا معايا. طبعا احنا دلوقتي عندنا سايكل كامله، عندنا دوره كامله بالنسبه للطلاب بتاعنا. احنا الطلاب التحقوا في سنه 2013 دوره كامله ما بين البحوث وما بين الطلاب، فاصبح عندنا خريج النهارده. مناصب وصل ليها شريف صدقي: 1. مهندس فضاء. 2. مدير مشروعات فضائية. 3. رئيس قسم الأنظمة الفضائية. 4. نائب رئيس الوكالة. 5. رئيس وكالة الفضاء المصرية. وصل شريف صدقي لكل المناصب دي لكفاءته العلمية والتكنولوجية، وأيضا لاستعداده لتحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات الحاسمة في تطوير وتنفيذ برامج الفضاء في مصر. في نهاية الفيديو احنا حكينا جزء بسيط للدكتور العبقري شريف صدقي، أبرز العلماء المهتمين بالفضاء. يظل شريف مصدر إلهام للشباب الطموح في مصر وخارجها.